اهلا وسهلا بيك في حلقه جديده من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم على كل ما هو متعلق بالفلوس والبيرسونال فاينانس ومصادر الدخل والكلام ده كله. في المطلق انا لما كنت عامل كريكولم او منهج معين عايز امشي عليه في الحلقات دي، كان في الحلقه الثالثه اللي احنا فيها دلوقتي دي كنت هتكلم في حاجه تانية خالص. ولكن لما قريت الكومنتات بتاعت الناس وبالصدفه يعني في الفتره اللي فاتت مع تعاملاتي مع ناس مختلفه في المجال ده، لقيت ان في حاجه معينه واقفه مع الناس كلها، فحبيت ان انا اخلي موضوع الحلقه النهارده بيتكلم عنها، وهي فكره الوقت او التايم مانجمنت. وهنا فكره الوقت احنا عايزين نتكلم على، مش هكلمك ازاي تنظم وقتك، لا، بس انا عايز نتكلم على نقطه. والله وائل، انا نفسي اعمل مصادر دخل تانية، نفسي احسن من دخلي، نفسي اكبر شغلي والشركه والكلام ده كله، ولكن انا ما عنديش وقت كفايه. فاحنا في الحلقه دي بالبلدي هنتكل الموضوع جمله انا ما عنديش وقت كفايه. هل الجمله دي حقيقيه ولا لا؟ هل الجمله دي فعلا انت فعلا ما عندكش وقت؟ يعني احنا فعلا العالم ظلمك وانت ما عندكش وقت؟ ولو كان عندك وقت كنت هتوصل للبوتنشال بتاعك فعلا، والمشكله اللي موقفاك على الموضوع ده هو الوقت، ولا في مشكله تانية؟ وهنا برضو هنقارن في حته، طب بالنسبه للناس اللي وصلوا، لان انت مش اكتر واحد بتتعب في العالم، فبالنسبه للناس اللي وصلوا لنجاحات اكبر بكتير، هل هم عندهم وقت اكتر منك؟ هل هم يومهم اكتر من 24 ساعه؟ وبرضه هتقولي لا بس انا ظروفي مختلفه. فهل ظروفك اوحش ظروف في الدنيا كلها؟ يعني قصص النجاح اللي بنسمعها بتاع واحد كان ظروفه تحت قوي وبعدها مثلا ربنا فتح عليه وبقى مالتي بليونير كمان، هل ده ظروفه ما كانتش اوحش منك؟ هل هو ما كانش في بلد اوحش من بلدك؟ والكلام ده كله. انا بس في الاول احب اتاسف لحاجتين. اولا الشقه اللي فوقيا في يعني بيشتغلوا فيها ففي صوت تخبيط، الله اعلم هيطلع في المايك ولا لا، ولكن انا اسف لو طلع. وتاني حاجه انا عيان شويه فممكن صوتي برضو يكون مخنف شويه، برضو انا اسف على الموضوع ده، وان شاء الله نخف قريب جدا. طيب في المطلق عايز اقول 60 70% من الناس اللي بيكلمونا عامه عن الفلوس بيقولوا لي انا مشكلتي الوقت. مشكله الوقت دي بتنص على واحد عنده مسؤوليات كتيره جدا، واحد احنا في المطلق عايشين في بلد وكالتشر ودين وحضاره، بيبقى عندنا موضوع المسؤوليات او السوشيال اوبليجيشنز، ان انا مثلا والله لازم اروح اسال على ده وازور ده، وعندي عقيقه مين وفرح مين وجوازه مين وهنروح البلد نعمل ايه. فالحاجات دي عامه بتستنفذ وقت كبير جدا وطاقه كبيره جدا. وانا مش بقول لك الغي الحاجات دي من حياتك، لا طبعا الحاجات دي اهم من اي حاجه تانية في حياتك، الحاجات دي تدخلك الجنه. ولكن احنا عندنا الموضوع ده بزياده شويه، لدرجه ان معظم الشباب اللي بتلاقيها سافرت الامارات مثلا علشان تشتغل بره، بتلاقي ان اكبر حاجه مريحاها فكره ان هي ما وراهاش حاجه، يعني فكره ان هي فاضيه. واكتر حاجه بتساعدها ان هي تنجح اكتر فكره ان هي ما بقاش عندها السوشيال اوبليجيشنز او السوشيال بريشر، حته انت مش هتنزل معانا على القهوه النهارده، وانت مش هتخرج معانا، ايه ده يا عم احنا بقالنا كتير ما شفناش بعض وانت متضايق مني؟ لا بس انا مش فاضي لك، يعني انا مركز دلوقتي في حاجه فمش فاضي يعني. فاحنا عندنا المشكله دي في مصر. وانا يعني بعترف ان انا في فترات في حياتي كان صعب قوي بالنسبه لي فكره ان انا انطلق في افكاري او في البيزنس او في الفلوس، بسبب الموضوع ده، وبسبب الناس بتتضايق، وان احنا مش عايزين نزعل الناس مننا، ومسؤوليات، وبرضه ظروف بتحصل وكده. وعايز برضه اقول ان معظم الافكار الكبيره او الشركات الكبيره اللي انا اشتغلت عليها وفتحتها وتوفقت فيها الحمد لله، في الاغلب انا كنت مسافر، مش لازم بره مصر، بس ممكن بره القاهره في مكان ما فيهوش ناس يعرفوني، ما فيهوش اي سوشيال اوبليجيشنز خالص، وكنت بحبس نفسي مثلا اسبوعين 3 شهر علشان ابني الحاجه اللي انا عايز ابنيها. كان يا دوبك السوشيال اوبليجيشنز بقت مكالمات تليفون، فبعملها عادي بالليل في الوقت اللي انا مريح فيه. فده برضو يعني بكل صراحه الموضوع فعلا معضله. ونيجي على الشق التاني، في ناس تانية مش دي مشكلتهم قوي، مشكلتهم ان هم بيشتغلوا كتير، يعني مشكلتهم ان شغلانته مش 8 ساعات، شغلانته اكتر. ممكن ده طبيعه الشغلانه، لو واحد مثلا شغال سكيورتي مثلا فبيقعد على الاقل 12 ساعه. وفي واحد تاني مشكلته ان هو في ستارت اب، فالستارت اب بتشتغل 20 ساعه ويا دوبك بيلحق يروح، والمواصلات بتاخد وقت، وعلى ما بياكل وبيصلي ومش عارف ايه، فبيتكلم ان هو اصلا ما عندوش وقت لنفسه، وان هو فعلا مخنوق وعنده مشكله في الوقت. في الحالتين احنا عندنا، او انا عندي نفس الرد. وتاني انا بفكرك البودكاست ده مجرد راي شخصي، البودكاست ده مش مثلا اللي هو ده الصح وكده يعني. الراي الشخصي هو ان انت بتقول ان انت ما عندكش وقت، ولكن الواقع هو ان انت غلطان. انت عندك وقت، بس الطريقه اللي انت بتديليجيت بيها وقتك، او الطريقه اللي انت بتوزع بيها وقتك، ده قرار شخصي انت خدته. دي حاجه انت مش قادر تفهمها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هقول المثال ده عشان انت تجادلني، يعني انا هقوله عشان اثير الجدل. يعني انت دلوقتي اللي اخترت انك تشتغل وظيفه 12 ساعه، فما تجيش تقول يا جماعه انا ما عنديش وقت اعمل حاجه تانية، ده شغلي بياخد 12 ساعه، حسبي الله ونعم الوكيل في الشغل. لا، انت اللي اخترت الشغلانه دي،
انت اخترت انك تقعد 12 ساعه في الدوام بتاعك، انت اللي اخترت شغلانه بعيده عن بيتك ساعتين علشان تروح في المواصلات كل يوم ساعتين رايح وساعتين راجع، 4 ساعات من يومك بيضيعوا في المواصلات. انت اللي اخترت ده كان اختيار شخصي. انا قلت حثير الجدل ليه؟ لان انت هتقول لي انا ما عنديش اوبشن، يعني انا ايه اختياري؟ ما هو انا ما محتاج وظيفه ومحتاج دخل، ودي الحاجه الوحيده اللي لقيتها قدامي. انا متفهم ده طبعا، انا مش بقول لك سيب الوظيفه ومش بقول لك ما تعملش فلوس، لا خالص، انا مش بتكلم في ده. بس انا عايز اقوله لك ان هو بيبقى قرار شخصي، واحنا دايما بنحب نعيش دور الضحيه، وده بطبيعتنا كبشر، مش عشان احنا ناس وحشه ولا حاجه، دي طبيعه النفس البشريه، دايما بتحب او تميل للشيء السيء او للشيء السلبي علشان تحس ان والله مش انا السبب، في حاجات تانية هي السبب. فاحنا دايما بنحاول نميل لدور الضحية ده وبنقول ما هي دي ظروفي. طيب هقول لك المثال دلوقتي بشكل تاني. انا دايما بضرب المثال ده، ممكن تكون سمعته مني كتير، والشكل التاني ده مش هيثير الجدل وهيفهمك انا قصدي ايه بالظبط. دلوقتي لو انت شخص نفسك يبقى جسمك حلو ونفسك تروح الجيم، وانا هتكلم عن نفسي، انا مشترك في جيم بقالي تقريبا 8 شهور او 9 شهور، واشتراكي قرب يخلص، يعني مشترك سنه. في السنه دي ممكن اكون رحت 3 شهور بس، ومتقطعين حتى مش مع بعض. الفكره ان انا فعلا انا لحد النهارده كل يوم وانا ما بروحش، انا فعلا عايز اروح الجيم، فعلا عايز احسن من جسمي، فعلا عايز شكلي يبقى احسن وصحتي تبقى احسن، انا فعلا عايز ده، يعني من جوه انا بجد عايز ده. وبقعد اتحجج اقول انا ما عنديش وقت، يعني انا بجد يا دوبك بصحى واقعد على المكتب اشتغل، ونعمل بقى شويه السوشيال اوبليجيشنز ومش عارف نظبط ايه في البيت، وبعديها يظهر لنا بالصدفه مشوار ايه، وارجع لازم اصور بقى 20 فيديو عشان نكمل. يعني فعليا بصحى مثلا الساعه 12 الظهر ساعات، وبنام مثلا بعد الفجر، بصلي الفجر وانام، او اعكس يومي، بصحى الفجر وافضل صاحي لحد 10 بالليل وانام. ففعليا ما عنديش وقت اروح الجيم. ده قرار. يعني ايه؟ يعني انت يا وائل اللي قررت انك تصحى الساعه 12 وتبدا شغل. طب ما كنت تصحى الساعه 12 وتروح الجيم لحد واحده وتبدا شغل واحده، الساعه دي مش هتغير حاجه قوي. وهاجي لك بس في نقطه، بس خليك معايا. طب ما كنت يا وائل تصحى الساعه 11 ساعه بدري وتروح الجيم في الساعه دي، حتى لو اتمرنت. هتقول لي اصل انت على ما تقوم وتلبس كده اتمرنت نص ساعه بس مش ساعه، اسمي اتمرنت، عملت الحاجه اللي انا نفسي اعملها، وكنت بدات شغل 12 عادي جدا مفيش مشكله. هتقول لي ايه؟ ما انت كده خدت من ساعات نومي. هي دي بقى، هي دي اللي انا بحاول اوصل لها. ما هو انت واضح انك حاطط اولويه للنوم فوق ان انت حاطط اولويه للجيم او للشغل او للحاجه اللي انت عايز تعمل منها فلوس بقى، اللي انت بتقول انا ما عنديش وقت ليها. انت ليه حاطط اولويه للنوم؟ لان انت مثلا بتقول والله انا لازم انام 5 ساعات، لو ما نمتش 5 ساعات مش هبقى مركز بقيه اليوم بكره، فانت حطيت الاولويه دي للنوم. خلاص، انا على فكره مش جاي اجادلك في النوم، مش هقول لك ما تنامش وكده، لا مش جاي اقول لك كده، بس انا جاي اقول لك ان ده كان قرار واعي انت خدته. لان انت ممكن تاخد قرار واعي ان انت هتيجي على ساعه من نومك علشان خاطر ان انت تبني مصدر الدخل بتاعك، وانت ممكن تاخد قرار واعي ان انت مثلا لو شغلك 12 ساعه وبتروح في ساعتين، قبل ما تتحرك للبيت تقعد في كافيه تحت الشغل وتبدا تشتغل على مصدر الدخل التاني بتاعك. وفي قصه مشهوره جدا، يعني يوتيوبر مشهور جدا في امريكا بره، هو الراجل ده كان شغال في وظيفه عادي جدا، وكان كل يوم هو مروح بيقعد في كافيه معين، بيفتح اللابتوب لمده ساعه بس، يكتب مقاله وينزلها اعتقد على نيوزلتر او على لينكدين، حاجه بالشكل ده. يعني هو الراجل ده كان بيحب قوي البيزنس والستارت ابس، فكان بيكتب مقاله يعني بيناقش ستارت اب معينه لسه طالعه جديد، وبيقول قد ايه هي فكرتها حلوه وكده، وبيشرحها بس كده. الراجل ده قعد يعمل الموضوع ده اعتقد لمده سنه لو انا فاكر القصه يعني، او لعدد شهور يعني. وبعديها مره واحده النيوزلتر بتاعته دي يعني كان في ناس كتير قوي بتقراها، ففي شركه كلمته وقالت له احنا عايزين ندفع لك $10,000 في الشهر علشان تحط اللوجو بتاعنا في النيوزلتر بتاعتك، اكملنا مثلا في 50,000 واحد مثلا بيقروا النيوزلتر او حاجه بالشكل ده. فالراجل ده كان بياخد ساعه، الساعه دي كان هو بيتمشى من لبيته من الشغل، فبيلاقي كافيه فبيقعد فيه يشتغل حدد انا كل يوم هعمل كده وخلاص يعني. وهي بالنسبه له حاجه حلوه، اولا انا بتمشى، ثانيا بقعد في مكان حلو، ثالثا بشرب قهوه بحبها، رابعا بحب الكتابه فكتبت يعني. عشان كده انا بقول لك انت عندك القدره ان انت فعليا تنزل تحت الشغل بعد ما تخلص وتقعد ساعه تشتغل على الحاجه بتاعتك. وهي الفكره في كده برضو، انت مش ملزم تقعد 6 ساعات بتبني بزنس، ولا ملزم تقعد ربع ساعه بس بتبني بزنس، انت بتختار الوقت اللي مناسب ليك انت. فالحلقه دي كلها بنحاول نلف حوالين ايه؟ بنحاول نلف حوالين حته ان الاختيار في ايدك انت. بترتب اولويات، انت عايز تعمل ايه ومش عايز تعمل ايه في يومك، انت اللي بترتب ده، مش اليوم اللي جبرك على ده، لان اليوم ما جبركش ان انت تروح تزور فلان الفلاني.
طبعا احسن انك تروح تزوره وهو هيتبسط اكتر وكده. بس لو انت رفعت سماعه التليفون وكلمته وسالت عليه واعتذرت له وقلت له معلش انا الفتره دي في الشغل عندي بس شويه ضغوطات، اوعدك اول ما تفك ان شاء الله هزورك، هو هيحترم المكالمه دي. ولو ما بيحترمش المكالمه دي فهو شخصيه توكسيك. مش حاجه يعني، مش بقول لك ابعد عنه، بس بقول لك ما تحسش انت بالذنب، انت عملت اللي عليك. وتاني انا مش بقول لاي حد يأثر مع عيلته يأثر مع صحابه، انا يعني انت اللي بتختار القرارات بتاعتك. انا في فتره في حياتي كنت باجي على نومي، الفتره دي انا صراحه ما بحبش النوم قوي فما كانتش مضايقاني خالص. في فتره تانية كنت باجي على صحتي ودي كانت من اوحش فترات حياتي وما كنتش واعي ان انا بعمل ده. في فتره كنت باجي على اصحابي، يعني اصحابي لو حد شاف اي حد صاحبي اساله، في 6 شهور في حياتي اعتقد كنت مختفي تماما، ولا بخرج معاهم ولا بنزل معاهم ولا كنت يعني ولا بلعب بلاي ستيشن معاهم. كنت بلعب كل يوم معاهم بالليل. بطلت خالص 6 شهور، ويكلموني اقول لهم الصراحه يا جماعه انا مش فاضي. وهم الصراحه في الاول كانوا مش متفهمين، يعني فاكريني بستهبل مش عايز اقابلهم. بعد كده بقوا فاهمين، يعني بعد كده بقوا العكس، بقوا بيشجعوني اللي هو لا طب خليك ومش عارف ايه. فصدقني حتى لو في الاول الناس ما فهمتش، الناس هتساعدك وتشجعك لما تبدا تشوف شويه نجاحات، وده برضو طبع الناس مش حاجه وحشه يعني ولا كده. فاللي عايز اوصله لك ان ده كان اختيار شخصي. فعلشان نخلي الحلقه دي انتنس شويه ونخليها براكتيكال، عايزك تطلع بحاجه من الحلقه دي. انا عايزك دلوقتي توقف الحلقه لمده يعني بالظبط 10 ثواني وتروح تجيب ورقه وقلم. والورقه والقلم دي هنعمل اكسرسايز كده لذيذ جدا، من خلاله انت هتقدر تقيم نفسك، هتقدر تشوف طب هل انا فعلا في مشكله، هل انا بنظم وقتي غلط، هل انا الاولويات بتاعتي بايظه ولا مش بايظه. فاول حاجه انا عايزك تعملها على الورقه، ودي انا بطلبها في اي ورك شوب، ممكن ما تكونش متعلقه قوي بده بس يعني دايما بحب اعملها. عايزك تكتب كده في خانه في الاول ايه الاهداف اللي انت عايز توصل لها. يعني انت دلوقتي بتتفرج على البودكاست مصدر دخل، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل فلوس، عايز تفتح بيزنس، عايز تعيش مثلا فاينانشالي فري، ولا عايز حريه وقت، ولا عايز تشتغل من اي حته في العالم، عايز تسيب الوظيفه بتاعتك. يعني شوف انت ايه الاهداف بتاعتك ايا كانت الاهداف. كل اللي بيتفرجوا عندهم اهداف مختلفه، وفي حد عنده كذا هدف، فعادي جدا اكتب الاهداف دي قدامك كده على الورقه. بمجرد ان انت كتبتها وخلاص هم قدامك وانت شايف هم ايه، عايزين بقى ان انت تبدا ترتبهم باولويات. يعني ايه باولويات؟ يعني ايه اول هدف انا عايز اوصل له، اولويه انا عايز اوصل لده. لو انا هوصل لهدف واحد بس هيبقى هو الهدف ده، وده تحطه كاول هدف. وتعمل نفس الحاجه على الاهداف اللي تحته، تقعد تحط اول واحد هو ده، انا اول حاجه عندي انا عايز ابقى مليونير، خلاص ده الهدف. بس يا صاحبي ده معناها ان انت مثلا مش هيبقى عندك حريه وقت. مش مشكله الوقت، مش فارق لي موضوع الوقت، انا فارق لي ان انا ابقى مليونير. او واحد تاني لا انا فارق لي ان انا يبقى عندي وقت، مش مهم ان انا ابقى غني قوي، مش مهم ان انا ابقى بسافر وبلف في العالم، المهم ان انا يبقى عندي وقت اقعد مع عيلتي واقعد معاهم واتكلم وازورهم ومش عارف ايه وكده. فده هيحط برايورتي الحته التانيه. فانا عايزك تبدا ترتب كاولويات ايه الترتيب المناسب بالنسبه لك. وبعد كده عايزك بقى ترسم خط كده، نفصل الحته دي بالصفحه على الحته اللي تحت، والحته اللي جايه دي هتاخد منك بضع من الايام او اسبوع بس. يعني اعملها على قد ما تقدر علشان، وكل ما تزود فيها كل ما هتبقى احسن لك. عايزك تقسم الصفحه اللي قدامك ل5 خانات، او نص الصفحه اللي قدامك ل5 خانات. والفكره دلوقتي عايزك تقسم كل خانه دي ب5 ايام في الاسبوع، وليكن مش الويكند عشان الويكند بيختلف من كل اسبوع لاسبوع. فتعالى نقول مثلا يوم ايه، حد 2 3 4 خميس. عايزك تحط كده 5 خانات وخانه لكل يوم من دول. عايزك بقى في خلال كل الايام دي كل ساعه في اليوم تكتب انت بتعمل ايه كل ساعه في يومك. ولو عايز انا ممكن احط لكم تمبلت يعني تحت الفيديو هنا لينك كده، التمبلت كنت عملتها قبل كده، ممكن تستخدمها لو عايز تكتب الحاجات دي اونلاين بدل ما تكتبها على ورقه براحتك. اكسلايه حلوه كده تعرف تظبط فيها الموضوع. عايزك كل ساعه في يومك تكتب انت بتعمل ايه. فوالله انت مثلا بتنام 10 بالليل وبتصحى مثلا 5 الصبح، الساعات دي كلها خلاص نوم، مقفوله في النوم. انت مثلا عندك ساعه الصبح بتصحى بتجهز فيها او كده، مثلا بعدين عندك 4 ساعات بتروح الجامعه او بتروح الشغل او مش عارف ايه، وهكذا. كل ساعه في يومك ما تسقطش ساعه. لو انت قاعد مع اصحابك اكتب انا قاعد مع اصحابي. لو انت قاعد ماسك تيك توك بتقلب فيه كده اكتب انا قاعد ماسك تيك توك بقلب فيه بفصل دماغي، مش مشكله. خلي بالك محدش هيبص على الحاجه دي غيرك انت، فما تفتكرش انا هحكم عليك بقى فتبقى مكسوف تكتب ان انا قعدت 6 ساعات ماسك الموبايل. لا ما اكتب عادي جدا. عايزك تكمل الموضوع ده، يعني اقل حاجه حاول تخليها 3 ايام لان يوم واحد مش كفايه. وكل ما تزود اكتر لو خليتها 5 أو 7 ايام هيبقى احسن لك كمان بكتير، علشان نشوف افريج معدل. يعني بدل ما نشوف والله النهارده بالصدفه اتسحل في الحاجه الفلانيه، فاحنا نبقى عارفين معدل ان والله انت في الاسبوع بتضيع عدد ساعات كذا في كذا وكذا وكذا وكذا. فعايزك تاخد، يعني انا عارف مش هنعرف نعملها دلوقتي بس يعني دي ان شاء الله الخطوه الجايه اللي انت هتعملها بعد البودكاست على طول. وهنا بقى بعد ما تملى الخانات دي كلها والفتره دي تخلص، عايزك تقسم الاكتيفيتيز اللي انت عملتها في خلال الاسبوع ده تكتبها كده على جنب. يعني ايه؟
يعني انت عارف انك كل يوم بتنام، فتكتب النوم وتكتب مثلا كام ساعه بقى، 8 في اليوم مثلا في 5 ايام، فبنكتب مثلا 40، فتكتب 40 ساعه. مش عارف تكتب الشغل 8 برضو في 5 40 ساعه شغل، وهكذا. عايزك تكتب كده بالترتيب كل الحاجات. هنا بقى الليسته اللي طلعت لك في الاخر دي عايزين نقارنها باول ليسته خالص انت كتبتها، اللي هي الاهداف بتاعتك. انت معاك ليستتين، ليسته اهداف مترتبه ببرايورتيز، مترتبه باولويات، ومعاك ليسته ثانيه اللي انت فعليا بتعمله، ده اللي انت فعلا بتعمله في الاسبوع، احنا خدنا بالنا من ده. هنقارن بقى، لو الحاجات اللي في الليسته الاولى اللي هي الاهداف بتاعتنا دي موجوده في الليسته الثانيه، يبقى انت اصلا مش المفروض تكون تتفرج على الفيديو ده. يعني انت بتقول لي والله انا عايز ابني مصدر دخل، انا عايز مش عارف ايه وكده، بس انا ما عنديش وقت. بس يا معلم ازاي انت بتقول كده لو انت اولوياتك انك تعمل فلوس؟ وبصينا على اليمين هنا لقينا ان انت واحده من الحاجات اللي واخده اسبوعك هي الفلوس، بتتعلم ازاي تعملها، بتشتغل عليها، مش عارف ايه. مش بتكلم على الوظيفه، بتكلم انك بتحاول تبني مصدر دخل تاني. طب ما خلاص، ما انت ما عندكش مشكله. ممكن تكون بقى بعد كده مشكلتك انا محتاج ازود عدد الساعات، ده مش مشكله يعني، دي حاجه اكسترا كده منك، كتر الف خيرك انك بتعملها. بس في ناس اصلا بتدعي ان هي ما عندهاش الوقت ده. طب في المقابل البرايورتي رقم 2 ورقم 3 ورقم 4، هل الثلاثه 4 برايورتيز اللي انت كتبتهم هنا موجودين هنا وشغال عليهم؟ لو قلت اقفل الفيديو. في الاغلب لو انت بتتفرج على الفيديو ده ومقتنع بالكلام ده، يبقى انت هتقول لي لا، هتقول لي تصدق صح، تصدق انا دي اولوياتي في الحياه، ولكن كل حاجه تانية بعملها مش متعلقه باولوياتي. هنا بقى المشكله. طب انت ليه بتعمل الحاجات دي؟ يعني انت ليه الليسته بتاعتك اللي على اليمين دي فيها كميه حاجات، والحاجات دي مش ملهاش اي علاقه باهدافك؟ انت فاهم يعني ايه؟ انت فاهم ان انت عمال تسحل في نفسك وتتعب في نفسك، وعمال يعني مخك مسوحك وجسمك وجعك ومضيع وقتك ومفيش وقت لنفسك، وكل الحف ده انت في فكره وهميه ان انت ان شاء الله في يوم من الايام هيحصل حاجه تغير حياتك، هتترقى، هيجي لك وظيفه جديده، هتتقاعد وتبقى مليونير. بس هو الواقع بيقول ايه؟ بيقول ان انت اصلا ماشي في دايركشن، في اتجاه غلط، لان انت هدفك هنا وانت ماشي في حاجات مش متعلقه باهدافك. وهي دي اكبر خلل في حياتك فعلا، ان انت بتضيع وقتك في حاجات انت مقتنع ان هي مفيده، وهي مفيده فعلا كفكره عامه، ولكن هي مش بتوجهك للاحلام اللي انت عايز توصل لها في الاخر. فانت ماشي في سكه غلط، وهي دي المعضله يا معلم. عشان كده انت محتاج بقى الليسته اللي على اليمين دي، اللي هي الحاجات اللي انت اصلا بتعملها في الاسبوع، تبدا تغير فيها علشان تحط فيها الاولويات بتاعتك. اي حاجه في الليسته دي مش اولويه وهنا في اولويات، يبقى تبدلهم ببعض. زي ايه مثلا؟ انت في الاولويات مش فارق لك انك جسمك يبقى فورمه مثلا، بس لاحظت ان انت كل اسبوع بتروح الجيم يوميا، بتروح مثلا 7 ساعات في الاسبوع، وساعات بتقعد ساعتين في الجيم. هتقول لي بس الجيم ده حلو وده صحي، هقول لك يا باشا على عيني وعلى راسي، بس انت ليه بتروحوا كل يوم؟ ما تروحوا يومين بس، ما تروحوا يوم واحد بس، طالما عايز بس تحرك الجسم روحوا يوم واحد بس، مش مشكله. بس بقيه الساعات دي حطها في الحاجات اللي في الاولويات. هتقول لي انت بتقول لي ما اروحش الجيم، انا عارف ان شباب الجيم هتزعل مني على الكلام ده، بس لو هي مش اولويه في الوقت الحالي هقول لك ما تروحش الجيم. على فكره انا عايز اقول لك ان برضو الاولويات دي بتتغير. يعني ايه بتتغير؟ يعني انا في فتره نفسي جسمي يتحسن الصراحه، بس انا مش حاطه اولويه في الوقت الحالي، لان انا عندي حاجات انا عارف ان هي اولويات بالنسبه لي، واول ما اوصل للحاجات دي انا حاطط في مخي اول اولويه هتطلع انا هروح الجيم وهتمرن. بمعنى مش هشتغل، مش هعمل فلوس، مش هبص على شركاتي، هوقف كده لمده مثلا 6 شهور، عايز اكل كويس وعايز اتمرن كويس. فدي حاجه انا عارفها ان خلاص في الفتره اللي قدام ان شاء الله انا هغير اولوياتي، فبرضه ما تتكسفش من حاجه زي كده، هنغير الاولويات عادي. ولكن المهم عشان نرجع للموضوع، لازم تبدا تغير الليسته الثانيه دي وتحط فيها الحاجات اللي في الليسته الاولى، والعكس لو دي الاولويات اللي في حياتك كلها لازم تحط اكبر كميه وقت في الحاجات دي. انت المفروض تبقى، خلي بالك احنا كبشر بنبقى صاحيين عدد ساعات اكتر مما بننام، فده معناه ان انت فعلا المفروض تحط عدد ساعات اكبر في اولوياتك انك تشتغل عليها اكتر من ان انت تنام. فانت لو بتنام مثلا 5-6 ساعات، فانت محتاج تحط 5-6 ساعات يا سيدي قدهم في مصدر الدخل بتاعك. طبعا بقى متفاهم ان في وظيفه والكلام ده، ودي قصه تانية. عايز تسيب الوظيفه اتفرج على الحلقه الاولى اللي احنا اتكلمنا عليها. وبس يا سيدي، علشان اختم الحلقه دي عايز اقول لك الجمله الخلاصه بتاعت الموضوع، والخلاصه هو ان انت لازم تضحي. التضحيه شيء اساسي في الموضوع ده كله. الصراحه مفيش حد مفروض يقول لك ان انت يعني تمشي في الاتجاه الصحيح في حياتك، ان الموضوع ده هيكون سهل. الموضوع مش سهل، بالذات في الاول، ان انت اصلا تعرف انا عايز امشي ازاي، وتحط لنفسك الديسيبلين، تحط لنفسك الادب بتاع ان انا فعلا ابقى مركز ومتحكم في نفسي وماشي في الدايركشن الصح. ده
دي من اصعب الحاجات اللي في الدنيا. الفكره ان بعد ما بتخش فيها والعجله بتدور بتبقى حاجه سهله، وبتبقى حاجه زيك زي ما بتاكل، زي ما بتتنفس. وعشان كده بتلاقينا بنطلع على السوشيال ميديا انا وغيري ونقول لك يا ابني الموضوع مش صعب، صدقني مش صعب. انا بقول كده عشان انا دخلت في الدوامه خلاص، بس صدقني علشان ادخل اصلا في الدوامه الموضوع صعب. الموضوع محتاج تضحيه. هتضحي شويه باصحابك، هتضحي شويه بمثلا نومك، هتضحي شويه بصحتك. للاسف ده لازم نعمله لو احنا فعلا عايزين نوصل لهدف معين، واحنا كمان بعاد قوي عنه، يعني لسه محتاجين نتثقف فيه، ومحتاجين نتحرك فيه، ومحتاجين نغلط فيه ونقع وكده. فالموضوع بياخد وقت كبير قوي في الاول، بس اوعدك بعد كده ان شاء الله يعني كل حاجه هتظبط. ودي يا سيدي كانت الحلقه بتاعتنا، وده كان موضوع الوقت. اتمنى تكون فهمت اللي عايز اوصله من الحلقه. اتمنى بعد الحلقه دي وبعد ما تعمل الاكسرسايز ده ان شاء الله تعرف تلاقي وقت اكتر في حياتك انك تعمل حاجات اللي انت عايز فعلا توصل لها، الاولويات بتاعتك. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب، وتكتب لي لو عايز نتكلم عن حاجه معينه في حلقه معينه. واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.